السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقتي بتفريز كباب العروق: أسوي العجين مال الكباب العروق وأخليه بسفريات وأخليه يجمد، وبعدين أحطه بعلاقة كبيرة. السفريات أصفطن بعلاقة كبيرة وأشيلها. هنا عند هاي الخضروات: فلفل وبصل طماطة وبتيتة واحدة دي كبيرة وكرفس شجر حليت. هاي أسوي محضرة الطعام لأن سويت هواية كملت بعد خضروات. هاي كملت جدر صار هواي كلش كمية كبيرة. خليت عليه لحم شحم خاطر ما يشرب زيت هواي، شحم بدال الزيت. خلى غلي زيت وقلبي عجنة، خلى عليه هنا بهارات وفلفل وزنجبيل وملح. خلى الطحين هسه وعجن العجينة. هاي هسه بعد عوز طحين أعجن، وبعدين من أخليه بالسفريات وجمد أخليه بالمجمدة. بعدين نطلع أخليه يموع، طلع على وقت خليه يموع وسوي إذا يحتاج ملح، إذا طحين ألقاه عوزة أخليلي ونسوي من عنده يصير طيب وطازج.